أهلا بكم في النجم الصاعد. نجمنا لهذا اليوم يسمى صاحب المراكز المتعددة، عماد قيسي، من مواليد 2006، حيث أن كانت بداية تجربته كانت في نادي الهلال، حيث أنه دخل الأكاديمية وأبدع وبدأ يلعب حتى 3 سنوات، ثم انتقل إلى نادي الشباب الليث ليجد نفسه في هذا المكان، حيث أن مدربه غير مركزه من جناح إلى ظهير، ومن ثم عاده إلى جناح يسار، ومن ثم إلى جناح يمين، وصاحب المراكز المتعددة. عماد قيسي 2006، ابن الليث عماد قيسي. يقول عماد: هذه كلمة أوجهها عبر برنامج النجم الصاعد. أقول للاعبين المكافحين: لا تتجزعون، بل اصبروا، فالصبر هو مفتاح الفرج، فدائما الصابر ينال ما يرضيه من الله سبحانه وتعالى، فإذا أرضاه الله سبحانه وتعالى أعطاه كل ما لديه. نجمنا عماد قيسي يضرب لنا أفضل الأمثلة، حيث أنه مكافح وصابر حتى نال مركزه، وهو الآن يبدع ويبدع. لنتعرف سويا على نجمنا لهذا اليوم، ابن الليث، عماد قيسي. عماد علي قيسي لاعب المراكز المتعددة في كرة القدم وصاحب الأسلوب الباهر في الأداء الكروي. سرعته العالية وأسلوبه القوي في اللعب جعله مؤهل لأن يحتل مكانته في ظهير الأيمن والظهير الأيسر ومركز الوسط، بالإضافة إلى مركز الجناح الأيمن وكذلك الجناح الأيسر. يستفيد الجهاز الفني من قدراته باللعب بالقدمين والإجادة في الانقضاض وتخليص الكرات بمهارة عالية والانطلاق الذي يصعب ملاحقته والحد من خطورته. لعب من قبل لنادي الهلال وحاليا يلعب لنادي الشباب، ويحظى بمتابعة عالية من الجماهير الشغوفة باللعب الجميل والأداء الحماسي. لديه دقة كبيرة في التمرير السليم، وتسديداته القوية تكون مصدر تهديد مستمر للفريق المقابل، كما أن كراته العرضية التي يعكسها أمام المرمى تجعل الدفاعات في حالة ارتباك مستمر. لياقته الجسمانية عالية، ويحافظ على أدائه الحماسي طوال المباراة. ما زال صغيرا في السن، وينتظره مستقبل مشرق بإذن الله. ابن الليث عماد قيسي في المواسم السابقة لعب قرابة 32 مباراة مع الهلال والشباب، ساهم في جميعها 17 هدف، ولكن تحديدا الموسم الذي طاف ساهم مع الليث الشبابي ب9 أهداف، حيث أنه سجل هدفين وصنع 7 أهداف. عماد قيسي اسم قادم في سماء الليث والمنتخب السعودي مستقبلا. أصدقائي، كما عودتكم كان معكم محمد الإبراهيم من برنامج نجم الصاعد. كونوا سعداء.